عايزك تفكر لحظة كده، لو أنت اتحطيت في اختبار حقيقي للإيمان، لو اتحطيت في موقف فعلا يختبر إيمانك، لو وقفت قدام مسيح الدجال، بلاش وقفت قدام مسيح الدجال، لو وقفت قدام شبهة أو شهوة أو حاجة قوية تهز إيمانك، تسيب إيمانك وتاخد ملايين الدولارات، سيب إيمانك وتبقى تاخد منصب، سيب إيمانك وتمسك حاجة كبيرة في الدنيا، تتخلى عن إيمانك. لو سبت بلدك وأهلك دي ورحت بلد محدش يعرفك فيها وبقى سهل إنك تعصي فيها، وحد لخبطك ووقعك في الشهوات ووقعك في الشبهات وقال لك ده المسيحية، ده الإنجيل، ده القرآن، ده التوراة، وبدأ يلخبطك، هتثبت على إيمانك ولا إيمانك هش وضعيف؟ لكن خلي بالك، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هيجي وقت تفتن، ولازم تكون عندك إيمان حقيقي وقوي مالي قلبك عشان تثبت عند الفتنة دي. عشان كده بنقول لك اسمع دروس بناء الإيمان وابني الإيمان الحقيقي جوه قلبك.